لفت نظرنا والجميع بشكل كبير مستوى عبد الله جمال حارس مرمى النادي الإسماعيلي، وهو من مواليد 2003. لكن بصراحة ما ينفعش نقول عليه ناشئ، خصوصا واحنا بقينا نشوف لعيبة من 2006 و2007 بيشاركوا مع الفريق الأول بشكل طبيعي للإسماعيلي. عبد الله جمال عنده مواصفات مميزة لأي حارس واعد: طول فارع، مرونة عالية، سرعة رد فعل، وكمان بيعرف يلعب برجله بشكل ممتاز. ودي ميزة أساسية في حراس المرمى للزمن الحديث. الأهم من ده كله إنه مش بيظهر كلاعب صغير، بالعكس بيبان عليه شخصية قيادية جوه الملعب من خلال توجيهاته لزمايله. النقطة اللي محتاج يطورها عبد الله جمال هي فكرة البعد عن اللقطة والاستعراض، وده طبيعي في السن ده وممكن يتعالج مع اكتساب خبرات أكتر. وعندنا إحساس إنه مع الوقت ممكن يبقى من أفضل الحراس في مصر، وخصوصا إن نادي الإسماعيلي بقاله فترة طويلة ما طلعش حراس مرمى بقدرات عالية مختلفة من بعد حارس مرمى الزمالك والإسماعيلي السابق محمد عواد. وعلى الناحية التانية محمد خطاري مستمر في إثبات نفسه كلاعب مهم في الدوري المصري من الموسم الماضي. اللاعب يقدر يلعب هاف يمين أو هاف شمال ويشارك في مركز الديفندر، كمان عنده التزام دفاعي كبير. النوعية دي من اللاعبين بتخلي يبقى عليه منافسة في مستقبل قريب، سواء من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو حتى في تجربة احترافية قريبة. خطاري محتاج يشتغل أكتر على الجانب البدني، ولو التزم بالنقطة دي هيكون من أبرز أجنحة الكرة المصرية وهيفيد المنتخب الوطني بجانب الإسماعيلي. في النهاية الإسماعيلي دايما بيأكد إن قطاع الناشئين هو السلاح الأقوى ليه حتى في ظل ظروف صعبة زي إيقاف القيد. النادي الإسماعيلي في الفترة الأخيرة قدم مواهب كبيرة زي عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي ومحمد عواد، والنهاردة بيظهر لنا خطاري وعبد الله جمال كأسماء بتبشر بمستقبل قوي لفريق الإسماعيلي.